النهاردة أنا مش هتكلم عن مرض نفسي. أنا هتكلم عن حاجة ممكن تكون سبب من أسباب إنها تسبب لنا مرض نفسي مزمن وإحنا مش حاسين. في ناس فاكرة إن التنمر بيخلص أول لما بنخرج من المدرسة، بس الحقيقة إن حتى الكبار بيتعرضوا للتنمر. بس التنمر إيه؟ من نوع تاني أورجانيك كده، ليه لمسة خاصة. زي مثلا الأم اللي بتقارن بنتها بأصحابها، بنت خالتها، بنت عمتها، على أساس إنها بتحفزها. أو صاحبك اللي بياخدك ماتيريال للهزار والضحك على أساس إنه بيهزر. أو شريك حياة بيقلل منك ويقولك ده هزار، هو في حد قاعد ما بينا؟ للأسف كل ده مش هزار ومش ضحك ومش تحفيز، ده نوع من أنواع الإيذاء النفسي، اسمه تنمر. التنمر مش لازم يكون شتيمة، التنمر ممكن يكون طريقة كلام مش كويسة، فيها تحكم، فيها تريقة. زي مثلا لما حد يقولك ايه ده انت تخنتي قوي، انت واضح انك بتحبي الاكل، انت مش حاسه انك لازم تخسي. او لما حد يقولك ايه ده انت ما بتشتغليش، انت قاعده في البيت. او لما حد يقولك هو مش حاسه ان انت بتدلعي ولادك زياده عن اللزوم. كل ده نوع من انواع التنمر، مش عشان احنا بنقدر الناس دي نسكت. في حاجتين بقى عمري ما كنت اتخيل ان دول نوع من انواع التنمر. زي مثلا لما حد يتحكم في مصدر دخلك، انت بتصرفي في ايه وما بتصرفيش في ايه، ده طلع نوع من انواع التنمر. وكمان انت عارفه لما حد يبوظ صورتك قصاد الناس ويقول عليكي كلام مش حلو، ده طلع نوع من انواع التنمر. طب احنا ليه لما حد بيتنمر علينا من الناس القريبه لينا بنتاثر قوي؟ مش علشان احنا بنثق في الناس دي وبنثق في رايها، بس علشان خاطر ان الزن على الودان امر من السحر. تخيلي انت قاعده مع حد طول الليل والنهار بيقلل منك وبيتفه من طموحاتك ومن شكلك ومن لبسك ومن طريقه كلامك، هتعملي ايه؟ للأسف هتحسي إن أنت عايزة تتغيري علشان تكوني في صورة أحسن وأجمل في عيون الناس دي. وعلشان حاجة تانية، إحنا للأسف بنخاف نخسر الناس دي. وحاجة تالتة اتربينا عليها، أنت كبرتي خلاص المفروض تتحملي، ده قال كلمة وخلاص، الكلمة ما بتلزق. الحقيقة إن الكلمة بتلزق وبتفضل تتنطط قصاد عينينا، بنبقى عايزين نرد عليها. نيجي نعرف إزاي إحنا بنتعرض للتنمر ولا لأ. لو بتحسي قبل ما تروحي لمكان معين انك لازم تجهزي نفسيا الاول، وانك لازم تلبسي احسن حاجه علشان ما حدش يعلق على شكل لبسك، وتفضلي تفكري في الكلام اللي هتقوليه علشان ما حدش يعلق على طريقه كلامك. او لما بتحسي ان انت خايفه تقولي رايك قدام شخص معين. او لما بتحسي ان انت لازم تبرري كل تصرفاتك. او لما بتحسي انك اقل كل ما بتقضي وقت مع شخص معين. للاسف كل دي حاجات تدل انك بتتعرضي للتنمر. طب دلوقتي انا بتعرض للتنمر، اعمل ايه؟ اواجه ده ازاي؟ اتعامل معاه ازاي؟ اول حاجه لازم تعرفي ان ده تنمر، مش هزار، مش ضحك، مش تحفيز. تاني حاجه لازم تواجهي وتوقفي الناس عند حدودها. تالت حاجه مشاعرك وشكلك ده مش مجال الهزار او التريقه، دي حاجه كده عندها حدود. للاسف التنمر الحاجه الوحيده اللي هقول لكم لو واجهتوها، ما تكتبوش مشاعركم على ورق، لازم تروحوا تواجهوا المتنمر. اخر حاجه احب اقولها لك او اقولها لك، لو اتعرضتوا للتنمر للاسف انتوا مش لوحدكم، وتستاهلوا كل الاحترام من اللي حواليكوا. حتى لو اللي حواليكوا مش حاسين كده، مفيش سن معين اخاف اقول فيه كفايه او اوقف لحد هنا. مش عشان انت صغيره فتسكتي ما تتكلميش، او عشان انت كبيره استحملي وما تتكلميش، لا، اتكلمي، واجهي المتنمر. اي وقت حسيتي ان انت بيتقل منك فيه لازم تحطي حدود. لو حسيتوا ان الفيديو ده لمسكوا، شاركوه مع حد بتحبوه وحاسين انه بيتعرض للتنمر. اكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر كلمة بتتقال لكم بتضايقكم.